عمرك سألت نفسك هو ليه بعض الناس ليهم نور في وشهم، راحة في كلامهم، طمأنينة حتى وسط المشاكل؟ السر هنا هو الإحسان. الإحسان مش بس عبادة شكلية، الإحسان حالة قلب. لما النبي صلى الله عليه وسلم محمد اتسأل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني تعيش حياتك وإنت مستحضر إن ربنا شايف نيتك قبل فعلك، شايف تعبك وصبرك وسكوتك. الإحسان إنك تعمل الحاجة مش علشان حد يشكرك، لكن علشان دي أمانة. إنك تنزل تساعد وإنت نيتك خير، إنك تختار الكلمة الطيبة بدل الكلمة الجارحة. الإحسان إنك تتحكم في رد فعلك، مش كل حاجة تستاهل حرب. وإحسانك مش بس للناس، إحسانك لنفسك كمان. ما تقسيش على نفسك كل يوم، قوم بعد كل غلطة، حاول تبقى أحسن شوية من امبارح. الإحسان مش إنك تبقى آه، الإحسان مش إنك تبقي كاملة، الإحسان إنك تحاولي. وفي الآخر اسأل نفسك كل ليلة، هل عملت الحاجة دي بإحسان؟ هل نيتي كانت لله؟ لأن في آية بسيطة لكنها عظيمة: إن الله يحب المحسنين. وتخيل لما يبقى ربنا بيحبك، ساعتها أي تعب يهون.